تكونوا ملاح. مرحبا بكم في قناه يومياتي. اذا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. اليوم اللي فيه راح نديروا ان غاتو صابلي بنين بزاف ويذوب في الفم بمكونات بسيطه. راح نقول لكم على المقادير على بركه الله. نحتاجوا فيه 325 غرام زبده تكون طريه وخدمناها كومين بومات. عندنا 125 غرام سكر، وعندنا 100 غرام لوز مرحي غبره، وعندنا 325 غرام فرينه طاحين. لهنا اللي ما بغاتش تستعمل اللوز مرحي تقدر تستعمل الكاوكاو، واللي ما بغاتش تستعملهم في زوج تضيف 100 غرام هذيك تاع اللوز المرحي تضيفها للفرينه. وعندنا بيضه كامله. الان راح نبداو في عمليه التحضير ان شاء الله. نحكموا نضيفوا الزبده اللي قلت لكم كنا خدمناها كومين بوماد. خدمتها نزيد نعاود نخدمها قدامكم شويه. جبدوها ليله قبل البرك وخليوها ما تحطوهاش في الثلاجه، ولا كان عيتو تزيد تخدموها هكاك باليد تلوحوها شويه في الميكرووند تزيد تذوب شويه كيما هكا. نضيف لها السكر، نخدمهم شويه. اللي عندها ان روبو تبغي تلوح فيه تلوح في الروبو يخلط لها، ولا دير بالباتور. انا قلت ندير باليد. نضيف اللوز ونزيد الفرينه نخلطهم شويه. نستعملوا يدينا فوالا. بعد ما تحصلنا على العجينه تاعنا نخدمها لهنا فوق الطابله. نلم هذاك الخليط اللي ساحلي نديرها اون بول. نلموها جوست هكا بيدينا. ونديرها في البابي فيلم. كيما هكا. ونروح نحطها في الثلاجه تركح لمده 45 دقيقه، ومن بعد راح نكملوا نديروا الصابلي تاعنا. فوالا لي في لاباط تاعنا بعد ما خليتها بردت في الثلاجه. الان راح نبدا نخدمها. راح نخدمها لهنا على لو كوتي. جيسبر تبان لكم بيسك باش ما نقيسش لا كاميرا. راح نحي هذو تزيد فيه. نفرش الفرينه في سوغ لو بلون دو طرافاي ما تلصقناش، ونبدا نحل بعقل لاباط. نرش ثاني الحلال تاعنا بالفرينه غير شويه، ونبدا نحلها. كل واحد يستعمل اللي بغاه. انا راح ندير تاع الورده ونبدا نطبع.
جا. فوالا لي في الكاطو تاعي بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا كيفاه جا، كيفاه طيبتو. هذا هو. الان راح نبداو في الديكوراسيون تاعو. راح نعطيكم لكم كيفاه نديرو. راح نحكم امول فيها كرون كيما هكا. انا عندي غير هذا صغير عليها استعملته. راح نذوبوا الشيكولا في ان بان ماري، ولا ديروها في الميكرووند ما تزيدوا لها والو. ديروا شيكولا عادي باش من بعد تجمد لكم مليح. انا استخدم شيكولا نوار فيها 52% كاكاو، هذه هي بنينه بزاف. ولهنا عندي نيستلي، شريته واجد، شريت اون بواط واجده، وكان عندي اللي قبلته من قبل، يعني حطيته في لي فيديو. خلطتهم مع بعضهم تحصلت على كميه كبيره كيما هكا. الان راح نبدا نعطيكم كيفاش نديروا لو كلاصاج. نحكمو كيما هكا ونمشيو لداخل كيما هكا بالمغرف. شيكولا ما تكونش سايله بزاف هكا، ونكملوهم كامل. في الثلاجه يبرد. بعد ما نخطوس عليه هكا مليح. بعد ما يبرد في الثلاجه نجيبو نعاود نعمرو بالكراميل. فوالا لي في بعد ما حطيت الشوكولا تاعي في الثلاجه لمده 5 دقائق ليه برك بردت. راح نعطيكم وحده كيفاه نديمو ليها قبل ما نعطيكم كيفاه نشارجيوها بالكراميل. هذه هي هكا تحصلوا عليها. لازم ما تمشيوهاش بيديكم باش ما يبقاوش فوقها لي تخاص. الان راح نعطيكم كيفاه نعمروها بالكراميل هكا، ونديرو هكا ونزيدو نمشيو شويه هكا بالمغرف. نروح نحطو في الثلاجه، وراح نبدا في تزيين الكاطو تاعي. الان راح نبدا في تزيين الكاطو تاعنا. راح نحكمو حبه كيما هكا، حبه كاطو نديرو لها عندنا المعجون لهنا باش نلصقوه. نديرو على الحبه كامل ميم على لي كوتي كيما هكا، ندور عليها كامل. ولهنا عندي درت كاوكاو ولوز، ريحتهم شويه خشان للشين باش يلصق لنا في الحاشيه تاع الاخر. وعندي هذوك الشوكولا والكراميل اللي درتهم، راح نهز هكا ونلصقها، نابيي عليها غير بشويه كيما راكم تشوفوا. ونجيب الكاوكاو واللوز هذاك اللي خلطهم مع بعضهم ونديرهم كيما هكا حتى نكمل الكاطو تاعي كامل كيما هكا. فوالا هذا هو الكاطو تاعنا. نروح انا نكمل لا كونتيتي اللي عندي ومن بعد نوريه لكم في طبق التقديم. فوالا لي في هذا هو الكاطو تاعنا بعد ما كملته وزينته. هذا هو درت له شويه بريون من فوق. انا قلت لكم تزين كل واحد يزينو كيما بغا، اللي بغا يدير له خطوط بالشيكولا بيضاء ولا كحله ولا يدير له ان بريون كيما هكا. لكم الاختيار كما يقولوا. الان كملت لا فيديو تاعي. ان شاء الله يكون عجبكم الكاطو، نتمنى تجربوه وما تنساوش الاشتراك في القناه وخليوا لي لايك. وسلام الى الفيديو القادم ان شاء الله.